حاضرين. بەڵێ بەڕێزان، لە کۆلەری یەکەممان جەنابی دکتۆر عیماد محەممەد کەریم بابەتەکەی ناونیشانی القومیە القضیە الكوردیە والانتماء الوطني داوەلا جەنابیان. Hocamızın konusu kavmiyetçilik, ulusal aidiyet ve Kürt meselesi. 20 dakika süresi var. Buyurun. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. أحمد أبواني خوشويست ما وسائلي بايبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Peşe müştek Başta derfeti dezanım ki şunu belirtmek isterim. benayı komu Kendi adıma سەرۆک و هەموو ئەندامانی ڕێکخراوی ژیار بۆ پەروەردە و گەشە پێدانی مرۆیی ئاراستەی ئیتیحادی عولەما و مەدارسی ئیسلامی için kendilerine teşekkür ederiz. Bu ilmi toplumsal toplantından dolayı Allah onlardan razı olsun. Bize de bu fırsatı verip buraya katılmamızı vesile olmalarından dolayı onlara teşekkür ederiz ve elimizden gelen bir şey varsa katkıda bulunacağız. Allah onlardan razı olsun. الحضور الكرام، نظرا إلى تعميم الفائدة أقدم ورقة عملي باللغة العربية. الورقة القومية والقضية الكردية والانتماء الوطني. القومية كتعريف معلوم عند حضراتكم، لذلك أتجاوز مسألة التعريف. الذي يهمني هنا أن أذكر من مسألة القومية الأنواع المتداولة المعروفة بين علماء السياسة وعلماء الاجتماع، علم الاجتماع والفلاسفة والمفكرين. الذي يطلع على نتاجات هؤلاء يرى أنهم طرحوا عددا من الأنواع، طبعا لكل فلسفته ومسوغه في طرح النوعية التي يريدها من القومية. فهناك قومية مدنية وقومية عرقية وقومية ثقافية وقومية دينية. القومية الدينية الذي أراه من الواجب علي أن أذكر أن القومية الدينية لا تشمل الدين الإسلامي. القومية الدينية المقصود بها القومية التي ينبغي أن تكون أو يكون الدين جامعا لمجموعة من الناس.
ولكن يكون الدين هو الحاكم، يعني بنظرية الثيوقراطية. هذه النظرية لا نجدها في الإسلام، لهذا هذا النوع من القوميات لا تنطبق أو لا ينطبق على الإسلام. القومية التوسعية، القومية الرومانسية، قومية الدولة، أنواع أخرى مثل قومية الحرية والوحدة والاغتراب واليسارية والمحافظة والثورية والتحرير. القصد من وراء إيراد هذه الأنواع هو أن مجتمعنا ينبغي أن ينظر إلى هذه الأنواع ويتمعن فيها ويتعرف على ماهياتها وما وراءياتها، وحتى يتبين له أي نوع هو الذي صار عليه القوميون في منطقتنا. طبعا لكل نوع من هذه الأنواع سلبياتها وإيجابياتها. في الموضوع الثقافي ينبغي على القائمين على الشؤون الإسلامية في مناطقنا أن يطلعوا بإمعان ودراية عميقة بهذه الأنواع، ليأخذوا ما ساغ شرعا وعقلا ويذروا ما كدر منها. طبعا هناك أيضا نظريات تفسر مسألة القومية. هذه النظريات حصرها بعض الفلاسفة وبعض المفكرين في نظريات ثلاث، ولكن عند التعمق والتقصي يمكن القول أن حصر النظريات التفسيرية للقومية في ثلاث نظريات أمر فيه نوع من المجازفة. هذه النظريات مثلا النظرية البدائية، النظرية الإثنية الرمزية، نظرية الحداثة. طبعا في ورقتي هذه الأمور كلها مفصلة، ولكن هنا أدري أن سيف الوقت على رقبتي، لذلك أذكر هذه الأمور مختصرة أو مجرد ذكر المصطلحات. هناك إشكالية أخرى عندما ينظر المرء في مثل هذه المسألة. ترد أمامه إشكالية القومية، مسألة الأمة، الدولة، الوطن. المطلع على هذه المصطلحات أو الذي يتعرف عليها يجد أن من تطرق إلى هذه المصطلحات أو ذكرها في نتاجاته نوع من يعني يجد نوعا من التداخل بين هذه المصطلحات. ولكن إذا ما صرنا إلى ذلك العلم الشامخ، العلم الشرعي الذي أقصد به علم أصول الفقه، تنحل أمامه هذه الإشكاليات بيسر ووضوح، لأن قد تكون هناك علاقة عموم وخصوص بين هذه المصطلحات أو عموم وخصوص وجهي بينها. هذا فيما يتعلق بالقومية. طبعا هناك مصطلح آخر ورد في عنواني، مصطلح الانتماء. الانتماء الوطني. هذا المصطلح عندما يذكر يجد الباحث أنه ملزم بقانون الكلام يجر بعضه بعضا، فعليه أن يعرف بالوطن والوطنية وعلاقة الانتماء بالوطنية وكذلك مسألة المواطنة. الذي أراه مناسبا للذكر هنا في مسألة تعريف الوطن. الوطن نعرفه تعريفه لغة واصطلاحا، هذا أمر معلوم عند حضراتكم، ولكن الذي لفت انتباهي في التعريف اللغوي
أن الوطن بمعنى ما يتخذ محلا وسكنا، والمتمعن في هذا التعريف الولادة والانتماء والولاء، أمور غير مشروطة في مسألة تعريف الوطن. وأقصد بالأولية هو أنك عندما تولد وتنشأ في منطقة ثم تترك هذه المنطقة وتتخذ منطقة أخرى وطنا لك، هل المنطقة الثانية تكون وطنا؟ بحسب التعريف اللغوي نعم، أما بحسب التعريف الاصطلاحي فهناك نوع من التفصيل في هذا الأمر. من المفيد أيضا أن نذكر أن فقهاءنا الأفاضل لم يغفلوا مسألة تعريف الوطن، لما لذلك من أحكام تترتب على مسألة الوطنية. فهذا التهانوي يذكر أن الوطن عند أهل الشرع أنواع ثلاثة. النوع الأول الوطن الأصلي، ويسمى بالوطن الأهلي ووطن الفطرة ووطن القرار، وهو أن يكون مولده ومأهله ومنشأه، يعني أن يكون الوطن مولده في هذا الوطن ومأهله في هذا الوطن ومنشأه فيه أيضا. ودخل فيه طبعا يذكر التهانوي، ودخل فيه عندما يغير هذا الوطن ويتخذ وطنا جديدا، هذا أيضا يسمى بالوطن الأهلي أو وطن الفطرة. فلو سافر عن هذا الوطن يذكر هو إلى الوطن الأصلي ودخل فيه لا يصير مقيما إلا بالنية، يعني من يترك وطنه الأول ويتخذ وطنا ثانيا ثم يعود إلى هذا الوطن لا يصبح مواطنا في الوطن القديم إلا بالنية، لأنه لم يبقى وطنا له. وهنا كما نرى لا يشترط التولد في صياغة ماهية الوطن، وكذلك قد يكون من أسماء الوطن الأصلي وطن الاختيار أو وطن الاضطرار أيضا. هذه إضافة مني يعني لم أجدها. النوع الثاني وطن الإقامة، يذكر التهانوي ويقول ويسمى بوطن السفر والوطن المستعار والوطن الحادث، وهو ما خرج إليه بنية إقامة نصف شهر. قال هكذا ورد في كتاب جامع الرموز للأحناف. وأردف قائلا وفي كتاب الدرر الوطن الأصلي هو المسكن، ووطن الإقامة موضع نوى أن يتمكن فيه 15 يوما أو أكثر من غير أن يتخذه مسكنا. النوع الثالث وطن السكنى، وهو ما ينوي فيه الإقامة
نعم 15 دقيقة إن شاء الله. المواطنة قد يكون هناك نوع من التداخل بين المواطن الوطنية طبعا من الأمور الحادثة على ساحة الفكر الإنساني. لفظها مصدر صناعي مأخوذ من الوطن. Fikirlerden حدد ستيفان fikirlerden biridir diyebiliriz. Kişinin kendi vatanına karşı duygu beslemesi, kendini oraya bağlı hissetmesi, kendi vatanıyla ve memleketiyle gurur duyması, önem vermesi, vatanının kendi maslahatı için ve güçlendirilmesi için fedakarlıkta bulunması, vatana bağlılığın göstergeleri olarak söylenebilir. Kişinin kendi vatanını sevmesi ve vatanının için hayır olanı istemesi bu bağlılığın neticelerindendir. Bağlılık ve vatandaşlık arasındaki bağ meseleyi düşündükten sonra, kavramsal bir düşünmeden sonra şunu görebiliyorsun ki ikisi kim yönlerden eş anlamlıdır. Fakat vatandaşlık intimadan daha geniş bir manaya sahiptir. Vatandaşlık ise vatandaşlık kelimesinin anlamı bir yerde ikamet etme hakkı ve orada siyasi anlamda faaliyet yapma hakkı, orada çalışma, belli bir toprak parçasında o parçanın, o toprağın kanunları ve kuralları çerçevesinde orada siyaset yapmak, ikamet etme hakkı yapmak vatandaşlık kavramının tanımıdır. Fakat biz bu kavramlar arasında farklılıklar görebiliriz. Vatandaşlık kelimesinde vatana bağlılık ve sevgi şartı aranmaz. Fakat bu şart vatan kelimesinde olması gereken bir histir. Vatancılık meselesini eleştirecek olursak bu bir felsefecilerin, ulemanın ve fikir insanların bu meseleye nasıl yaklaşmışlardır buna değineceğiz. Kim ulema bu kavramı konuşmuş ve bunu değerlendirmişlerdir. Ve kim ulema bu vatan noktasındaki intimasını zikretmiş ve bunu savunmuştur. Tolstoy'u hepiniz bilirsiniz, Rus şair. Kendisi vatancılıkla alakalı şöyle söylemektedir. Vatancılık ahmaklıktır ve hiçbir ahlaki zemini yoktur. Aynı şekilde kimilerinin de vatancılık meselesini kabul etmediğini görebiliriz. Bunun sebebinin ise kimi yönetim modellerinin olduğunu söyleyebiliriz. Vatancılık ve vatandaşlık tek bir çeşit değildir. Birçok farklı çeşidi ve fraksiyonu mevcuttur. Ahlaki olarak farklı reaksiyonları vardır. İslam şeriatının kavmiyetçilik noktasındaki yaklaşımı
gelecek olursak bunu Basra ehline bırakıyoruz bunun yorumunu. Aynı şekilde İslam şeriatının vatandaşlık noktasındaki tanımına gelecek olursak Kürt meselesi de bu meselede zikredilmesi yeni bir şey değildir. Ben bu meselede bunu zikretmek istiyorum ki maalesef bu mesele üstü kapatılmış ve çözülemeyen bir meseledir diyebiliriz. Ben bu meseleyle alakalı şu çözümleri tavsiye etmek isterim nacizane olarak. Bu teorinin, bu yaklaşımın yansımalarını size zikretmek istiyorum. زور سپاس بۆ Hocamıza çok teşekkür ediyoruz yapmış olduğu konuşmalardan dolayı. Vatandaşlık ve kavmiyetçilik kavramlarını kendisi bize şerh etti. Kendisine teşekkür ediyoruz.